انا عايز اقول لك سريعا كده ان مستر ياسر روب هيعمل كارثه النهارده في تشكيل النادي الاهلي امام طلائع الجيش، وهو انه هيلعب بمحمد الشناوي. محمد الشناوي، هل الشناوي بيضغط؟ فحاضر هنلعبك. يعني هل الشناوي اقوى من مستر ياسر روب؟ يلعبوا على اساس ايه؟ يلعبوا على اساس ايه؟ فضلت اقولها كتير وافضل اقولها تاني ان مصطفى شوبير هو الذي يستحق ان هو يكون حارس النادي الاهلي الاساسي، مش محمد الشناوي. وانا ضد فكره التدوير. ما تلعبليش الشناوي، ما تلعبليش الشناوي. هو زعلان مقموص خلاص يمشي، هو زعلان مقموص خلاص يمشي. لكن انت بتلعبه النهارده بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ هيلعبه النهارده، هيلعبه وهتشوف عزيزي المشاهد. اقول لك على تشكيل النادي الاهلي برضه. في حراسه المرمى الشناوي اللي النهارده ان شاء الله نستنى نشوف هيغلط بطريقه عامله ازاي. ثم يوسف بالعمري، محمد هاني رجع، ثم هادي رياض وياسر ابراهيم، وقدامهم اتنين اليو ديانج ومروان عطيه، وقدامه امام عاشور. ثم الراجل محتار بقى ناحيه اليمين بن شرقي ولا زيزو. تمام. وناحيه الشمال تريزيجيه، وراس الحربه مروان عثمان. انا اشوف ان بن شرقي يلعب راس حربه. هو مروان عثمان نافع؟ ما تلعب بن شرقي راس حربه وحط زيزو يمين وتريزيجيه شمال. انا اشوف كده الصح، انا اشوف كده الصح. فدي تشكيل الاهلي اللي مستر ياستروب هيلعب بيها النهارده، وهيحط لنا كارثه في حراسه المرمى، وهو محمد الشناوي اللي كل كره تجيله يعمل كده. ما يفردش ايده، لا ما يفردش، هو يعمل كده كده. او لو حد جاي يشوط يفتح رجله فالكره تخش جوه. طيب، يعني الواحد والله دمه بيتحرق. الواحد بيفطر ويروح يتفرج على الماتش دمه يتحرق، يرجع البيت دمه محروق. طيب، وكيل ديانج وعد المسؤولين في النادي الاهلي وقال لهم الاتي، قال لهم بصوا يا جماعه، لان خلي بالك الاهلي قلقان، الاهلي قلقان ان بيراميدز يسحب ديانج. يبقى كده يا باشا واخد منك عودة الفخوري وحامد حمدان واليو ديانج، والجماهير تزعل وتغضب، ويبقى بيراميدز علمت عليك يا بيه، بيراميدز علمت عليك يا بيه. فوكيل ديانج قال للمسؤولين في النادي الاهلي يا جماعه ما تقلقوش، ديانج لو ما راحش اوروبا هيكمل مع النادي الاهلي. خلي بالك الاهلي وافق ان ديانج يجدد ب 2 مليون دولار. كان في الاول الاهلي عارض كام؟ مليون 750 الف دولار. دلوقتي الاهلي قال لك لا خلاص موافقين يا سيدي على ال 2 مليون دولار. وكابتن سيد عبد الحفيظ هيبلغوا كده، سواء بقى وهم مسافرين للترجي او يعني المكان اللي يناسب، المكان اللي يناسبه. ف الوكيل قال لاداره النادي الاهلي يا جماعه ديانج لو مش هيروح اوروبا هيكمل في النادي. الواحد ممكن يسالني يقول طب ما ممكن ديانج يكون بيفكر في حاجه تاني وان هو يمشي من النادي الاهلي وما قالش للوكيل. ممكن يبقى ديانج بيفكر ان هو يمشي من النادي الاهلي او بيفكر في اي حاجه تاني وما قالش للوكيل. بس انا بقول لك اللي قاله، انا بقول لك اللي قاله الوكيل للنادي الاهلي. قال لهم يا جماعه ديانج طبعا انسى موضوع فالنسيا، بس هو معروض على ديانج من الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي. فالوكيل قال للمسؤولين في النادي الاهلي ديانج لو ما راحش اوروبا هيكمل مع النادي الاهلي. طيب، اجي واقول لك عزيزي المشاهد ان فيستون مايلي الاهلي تواصل معاه، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ معترض على صفقه فيستون مايلي. ليه معترض على صفقه فيستون مايلي؟ علشان خاطر اللاعب كبير. فكابتن سيد عبد الحفيظ بيفضل ان نوفر فلوس فيستون مايلي، الله اكبر الله اعظم، نوفر فلوس فيستون مايلي خلاص ونجيب مهاجم سنه صغير. فيستون مايلي داخل على 33 سنه، داخل على 33 سنه، اهجيبه ليه؟ افرض انا جبته واتصاب، افرض لا قدر الله بعد الشهر جاله صليبي، يبقى خسرت فيه كتير، يبقى خسرت فيه كتير. فكابتن سعد عبد الحفيظ حصل مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين فيستون مايلي، حصل، واللي يقول لك غير كده ما تصدقوش. ولكن كابتن سعد عبد الحفيظ معترض على هذه الصفقه. كريم فؤاد ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، زعلان عليه قوي قوي قوي. طبعا كلنا عارفين ان هو اتصاب بقطع جزئي في رقعه الرباط الصليبي. الدكتور الالماني هو اللي هيحدد ان كان كريم فؤاد هيتعالج بعلاج طبيعي ولا بتدخل جراحي، وان شاء الله باذن الله يبقى علاج طبيعي باذن الله باذن الله. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا كريم. كريم من اللعيبه على فكره كويسه جدا جدا، واللي اخلاقها عاليه، واللي عمرك ما تسمع له مشكله،
عمرك ما تسمع له مشكله، لا عمره اتضايق مع مدرب، ولا عمره اتخانق مع لعيب، ولا عمره ان هو قال للاهلي لا اصل انا عايز فلوس كذا فمش همضي. بالعكس اخر مره جدد فيها كريم فؤاد مع النادي الاهلي كان كابتن وليد صلاح الدين قال له يا كريم عايزين نجدد لك، قال له ماشي يا كابتن الوكيل اهو موجود واللي انتوا تتفقوا عليه خلاص قشطه. قال له طب اعرف هنديك كام؟ قال له انا تحت امر النادي الاهلي، اللي انتوا عايزين تدوهولي ادوهولي ما عنديش اي مشكله. فكريم فؤاد لاعب كويس جدا 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 واخلاقه عاليه. اشوفك على خير عزيزي المشاهد بعد المباراه بتاعت النادي الاهلي وطلائع الجيش، وربنا يستر النهارده وما يتحرقش دمنا بسبب الشناوي. السلام عليكم.